السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان ايه فوائد الحلبة الخضراء للأسنان يا دكتور؟ الحلبة الخضراء اللي هي الخضراء مش العادية. الحلبة الخضراء ليها كذا فوائد. أول حاجة أو كذا فايدة بتعمل ايه؟ أول حاجة يعتبر مضادة للالتهابات، بتقلل أي التهابات موجودة في الفم من ناحية إيه؟ النسيج اللثوي، دي أول حاجة. تاني حاجة يعتبر بتخلص البق من رائحة الفم الكريهة عن طريق إنها بتقتل البكتيريا اللي بتسبب الريحة دي، وبتقتل البكتيريا المسببة للتسوس كمان. طيب بتعمل إيه تاني برضو؟ قال لي بتساعد برضو في تقليل التسوس بشكل عام. ليه؟ لأنها بتقتل بكتيريا زي ما قلنا اللي بتسبب ريحة الفم الكريهة، وبتقتل البكتيريا اللي بتسبب التسوس، فكده إيه؟ بتقضي زي ما قلنا على ريحة الفم الكريهة، وبتقضي على تسوس الأسنان. طيب وبتساعد برضو في تخفيف التهاب الخراج. يعني لما يكون في خراج بتحاول إنها تقلل الالتهاب بتاعه في الفم. لما تيجي تاخد الإيه المغلي بتاع بعد ما تغلي الحلبة، عايز أقول لك الإيه المغلي بتاعها لما تيجي تشربه، هو ده بيساعد في الحاجات دي. دي كانت حلقة النهاردة، اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.